حضرتك معاك دهب، حافظ عليه حافظ عليه حافظ عليه حافظ عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وسنة سعيدة على حضراتكم جميعا. لسه بنهاية عام 2025، لسه الناس بتسأل نشتري دهب ولا لأ. ايام ما كان الدهب ب 4000 جنيه حضرتك قاعد مستني ان الدهب ينزل لمستويات اقل من كده، لحد ما حضرتك شايفه دلوقتي عند مستويات ال 6070 جنيه لعيار 21. لو حضرتك معاك فلوس دلوقتي وما اشتريتش لحد دلوقتي دهب فانت مقصر في حق نفسك. ولو حضرتك معاك دهب وعايز تبيع دلوقتي عشان تضارب او علشان شايف ان ال 6000 جنيه هو رقم كبير فانت مقصر في حق نفسك. خليني اقول لحضرتك كلام مهم جدا، ان الذهب لسه هتشوف في مستويات ال 7000 وال 8250 جنيه لعيار 21. خلينا اشرح لك الكلام ده هيجي ازاي والمستويات دي هتشوفها امتى، وركز معايا في الفيديو ده عشان مهم جدا جدا. والنقطة التانية، طبعا شفنا البنك المركزي المصري طبعا خفض الفايدة 1%. يا ترى تأثير ده على الذهب الفترة اللي جاية وتأثير خروج الشهادات؟ عندك 1.3 تريليون جنيه، رقم يخض، رقم كبير. بس ما تقنعنيش ان الرقم ده هينزل مرة واحدة في الاسواق فهيخرب الدنيا والذهب هيسافر. خليك فاهم اللعبة صح. وليه دايما شهر 10 و11 و12 من كل سنة الذهب بيرفع في الاوقات اللي زي دي؟ خليني اجاوبك على كل ده، وما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق جروب الواتساب او التليجرام، ده هسيبه لحضرتك تحت في اول كومنت، بيبقى اسرع كمان من اليوتيوب. لما اجي اقول لحضرتك ان الذهب عمل في مستويات ال 60% في عام 2025، طبعا رقم يخض. من اول يناير 2025 لحد ديسمبر 2025 ولسه ما خلصش الشهر ده، الذهب حقق مكاسب 67%. رقم قياسي، هو رقم كبير، بس الكل بيسأل نفسه سؤال: طالما الدولار ما اتحركش للذهب عمل القفزات دي كلها؟ خليني اقول لحضرتك ان الذهب هو الملاذ الامن في كل الاوقات، اذا كان في استقرار او اذا كان في توترات جيوسياسية. بس خد بالك من نقطة مهمة جدا، ان البنوك المركزية مع البنك الفيدرالي الامريكي كل الاتنين دول كفيلين ان هم يغيروا سيستم العالم كله. هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك لان الفيدرالي الامريكي لسه عنده تخفيض في الفايدة الفترة اللي جاية، فالذهب كده كده هيرفع. قيس بقى على كده كمان تحوط البنوك المركزية. لما اجي اقول لحضرتك ان بولندا اشترت في شهر 10 اللي فات 16 طن ذهب، ومعاها كمان البرازيل اشترت 16 طن ذهب، ومعاهم كازاخستان 9 طن ذهب، زود على كده صربيا ومدغشقر وكوريا الجنوبية. اذا العالم كله بيتحوط بالذهب. خليني اقول لك كمان ان مصر عاملة 750 أنصة ذهب مزوداهم في الاحتياطي بتاعها. كل البنوك بتتحوط كل اخر 3 شهور من كل سنة، عشان كده بتشوف الذهب بيرفع عند مستويات تاريخية. وشفنا دلوقتي بنتكلم عند مستويات 4515 دولار للأنصة، والرقم ده كبير مش صغير. عايز كمان ازيدك من الشعر بيت، خليني اقول لحضرتك ان من غير ما الدولار ما يرفع، وزي ما احنا وزي ما هقول لك الدولار في البنك بيدعم في متوسط 47 ونص، مش هكلمك في زيادة، بس هكلمك في نقطتين مهمين جدا. ان احنا في عام 2026 برضو الفيدرالي الامريكي هيخفض الفايدة، وده هيؤدي ان الذهب هيرفع هو كمان مستويات ال 5000 دولار. خليك حافظ الرقم ده عشان الرقم ده جاي جاي. خليني اقول لك كمان ان طول ما البنوك المركزية بتتحوط وبتركن العملة على جنب وبتركن الورق على جنب وبتتحوط بالعملة، بتتحوط من العملة بالذهب. خليني اقول لك ان البنوك المركزية الفترة اللي جاية المتوقع ان هي تشتري بنسبة 28% عن سنة 2025. يعني بكلم حضرتك في متوسط 2000 جنيه في مصر لو الذهب رفع تاني، وبكلم حضرتك سعر عالمي 5000 و6000 دولار. لو حضرتك معاك فلوس النهاردة هتقول لي مش محتاجها لمدة سنة، هقول لحضرتك وقولا واحدا: انزل اشتري ذهب. واوعى تقعد تستنى لي حد بيقول لحضرتك ان الذهب هينزل، وان الذهب سيبك من مستويات ال6 ونازل ل5 ونازل ل4. الكلام ده مفيش منه خلاص. ركز شوية وشوف انت عايز ايه من فلوسك. بلاش تمشي ورا اي حد بيقول لك كلمتين، ده تمني عند حضرتك ان الذهب ينزل، ولكن بص على ارض الواقع. الذهب لسه ليه ارتفاعات تاريخية.
الذهب لسه ليه من حد 2030. يكفي ان انا اقول لك ممكن تشوف ضعف الرقم اللي حضرتك شايفه في 2025 في 2030. مش هقول لك 20 سنة، لا هقول لك لحد 2030. في خلال ال 5000 اللي جايين ممكن تشوف عيار 21 عند 10700 جنيه. ايوه زي ما بقول لحضرتك كده، العالم اتغير، والاسس والقواعد اللي احنا كنا ماشيين عليها زمان ما بقتش موجودة. دلوقتي اللي بقى بيحرك العالم كله هو الذهب، ما بقاش الدولار وما بقتش اي عملة. الذهب هو مال الله في الارض. خدها مني نصيحة وما تدورش ورايا. حضرتك معاك ذهب، حافظ عليه حافظ عليه حافظ عليه حافظ عليه. اوعى تفرط في جرام ذهب وتقول لي ال 6000 جنيه لعيار 21 هو رقم كبير وهبيع عليه عشان لما ينزل ارجع ان انا اشتري تاني. خليك شايف المضاربين من عند 4515 جنيه، الرقم ده سابهم ورفع لحد ما انت شايف الذهب دلوقتي عند ال 6070 جنيه. خليني اقول لك كلمة مهمة تانية. النهاردة لو حضرتك محتاج تبيع ذهب، بيع للضرورة القصوى، او لو عند حضرتك التزام بيع على قد الالتزام. اوعى تبيع وتقول لي راح احط الفلوس في البنك عشان انا شاري عقار فالبنك يغطي لي القسط. اوعى تعمل كده. بقول لك يا مؤمن، بقول لحضرتك ان في عام 2025 الذهب زاد 60%، مش هقول لك 67%. معلش النهارده الشهاده اللي انت رايح تحط فيها فلوسك زادت قد ايه؟ 17%، 20، 23، 27. الذهب زاد اكتر من الضعف. ركز شوف انا بقول لك ايه، ركز شوف انت عايز ايه من فلوس. يجي بقى النقطة مهمة، وهو ان البنك المركزي المصري خفض الفايدة 1%. خليني اقول لك ده مش هيبقى ليه تأثير كبير قوي على الذهب ولا على الدولار، ومحدش يدور على تأثير الخفض ده على حاجة. خليني اقول لك نقطة مهمة جدا. الواحد في المية ده على الايداع والاقراض، مالكش دعوه، لسه ما تحددش ولا الشهادات هنعمل فيها ايه. لسه البنوك ما قعدتش وشافت هتنزل الفايده في البنوك 1% زي ما نزلتها 1% على الايداع والاقراض على الشهادات ولا لا. بس خليني اقول لك نقطه مهمه. اوعى تقول لي ان التريليون جنيه الممكن النهارده ينزل السوق يغرق لي الدنيا والدنيا كلها تروح الناس تشتري دهب. اقول لحضرتك لا، كلنا مش زي بعضينا والتزاماتنا مش زي بعض. في ناس برضه هتفضل مكمله مع البنوك، ولكن برضو في شريحة كبيرة هتخرج من البنك وهتبدأ ان هي تتجه تشتري يا اما عقار يا اما ذهب يا اما اسهم يا اما هتبدأ تخش البورصة. بس مش كله رايح ناحية الذهب. طبيعي جدا في شهر واحد اللي جاي تشوف ارتفاعات في الذهب، انا معاك، لان كده كده هيبقى في عرض وطلب. الذهب زي ما قلت لحضرتك قبل كده يا اما عرض وطلب يا اما شاشة عالمية، والشاشة العالمية بترفع والعرض والطلب الفترة اللي جاية على الذهب هيزيد. طبيعي لان الفلوس خارجه من البنك، مش كلها، لان برضو في ناس هتفضل مكمله في البنك لان هو ده، في ناس ليها مصدر رزق في البنك. بعيد بقى عن ما تدخلنيش في ربا وحلال وحرام، دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، كل واحد هيتحاسب عن ماله. حسبه بسيطه ركز فيها معايا. لو قلت لحضرتك ان الشاشه العالميه جابت 5000 دولار للأونصة، وقلت لحضرتك الذهب زاد عندك 500 600 جنيه من 6075 من 6050، اذا انت بتتكلم في 6500 جنيه و6600 جنيه لعيار 21. دي سهله مش صعبه. ما بالك بقى لو الشاشه اتحركت اكتر من كده، ولو حصل اي حاجه، لو اي حد كح بره بره، هتلاقي الدنيا قامت ما قعدتش وهتلاقي الشاشه رفعت ما نزلتش. ركز في اللي بقوله لك ده، واوعى تقعد تستنى ان الذهب ينزل مره تانية. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليك. سلام.